السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله هنعمل النهارده وصفه سهله جدا وطعمها حلو قوي. هنعمل كوردون بلو. بكل بساطه الكوردون بلو اكله فرنسيه ومن الاكلات العالميه، بتقدم في كل مطاعم العالم. هتجربوه النهارده في البيت وهيطلع مظبوط معاكي ومستوي كويس جدا. وهنعرف ازاي نعمله بطريقه سهله وطريقه التسويه بتاعته وازاي يطلع مظبوط معاكي، وهنعمله بطريقه سهله جدا وان شاء الله يعجبكم. ونشوف الطريقة والمقادير. نبدأ بسم الله. أول حاجة عندنا صدور دجاج، الكمية اللي تحبيها. احنا بنستخدم صدور دجاج في الوصفة دي لأنها ما بتاخدش وقت في التسوية، وتاني حاجة لأننا بنفردها بسهولة ونلفها كويس. هنستخدم صدور دجاج هتفتحيها وممكن تجيبيها مفتوحة جاهزة زي كده. أنا استخدمت شرايح بانيه، جبتها مفرودة جاهزة. هنجيب كيس تلاجة زي ده كده ونفتحه ونفرد قطع الفراخ عليه، وعليه كيس تاني من فوق قطع الدجاج عشان يحافظ عليها. وهندق عليها بمدق البفتيك. هنستخدم الناحية الناعمة، الناحية المدببة دي بتستخدم في اللحوم والبفتيك. هندق عليها بالراحة جدا عشان ما تتهريش منك، وتعملي فيها ثقوب عشان الحشوة ما تخرجش منك برا. هندق دقيق خفيف جدا، وبايدينا كده هنحسس القطعة اللي احنا بندق عليها بالراحة عشان نشوف القطعة اللي هي العالية لحد ما نسويها كلها. وممكن نستخدم اي حاجة تانية غير المدق، زي مثلا النشابة كده او اي حاجة تقيلة نفردها بيها شوية ونرققها بالراحة ونرفع سمكها. وهنعمل ميكس توابل. هنجيب طبق نحط فيه معلقة صغيرة ملح، عليها نص معلقة صغيرة فلفل اسود، رشة بصل بودر، رشة بهارات فراخ. وهنقلب الخلطة دي مع بعض كويس جدا، وهنتبل بيها الفراخ ونرش منها بايدينا كده على الفراخ ونبهرها. وهنجهز الحشوة. انت ممكن تعملي الحشوة اللي انت بتحبيها، ممكن روز بيف مدخن او رومو مدخن او ممكن تركي مدخن. انا استخدمت هنا لانشون وجبنة تشيدر بالفلفل وموتزاريلا صوابع. ممكن تستخدمي جبنة مثلثات، يعني الحشوة دي حاجة اختيار. هضيف على قطعة الفراخ البانيه شريحة لانشون وعليها قطعة جبنة تشيدر، وفوقها الجبنة الموتزاريلا. احنا الافضل نلف الحشوة الاول رول وبعدين نلف الفراخ عليها. هنلفها رول زي ما انتوا شايفينها كده، وبعدين نلف الفراخ عليها ونلفها رول ونقفل على الحشوة من الجوانب ونضغط عليها بايدينا. وهنجيب قطعة السريت شراب ونحطها جواها ونلفها قوي رول ونبرمها ونضغطها قوي عشان ما تفكش منك وانت بتقليها، ونرولها زي كده عشان الرول يطلع مظبوط معاكي، لانه هيثبت على الوضع ده بعد ما يدخل الفريزر. وبعدين هنربطها من الطرفين عشان يثبت على الوضع ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله. وهنعمل قطعة تانية بنفس الطريقة، بندقها ونفردها كويس بالراحة عشان ما تقطعهاش. الفرد ده بيساعد على انها تستوي بسرعة وما بتاخدش وقت مننا في التسوية. هنلف الحشوة الاول رول وبعدين نلف الفراخ جواها بالشكل اللي انتوا شايفينه قبل كده. وهنجيب الستريت شراب ونلفها رول فيها وهنقفلها من الجوانب ونربط الاطراف بتاعتنا بعد ما نخلص. وبعدين نربطهم في بعضهم الاتنين، وهنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة لحد ما نخلص. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها هندخلها الفريزر لمدة ساعة، ممكن فترة اطول ساعتين او 3، كل ما تطول يبقى افضل. وهنحضر صوص المستردة بيتقدم معاها. في طاسة على النار هنزل بمعلقة ونص كبيرة زبدة، واول ما تدوب وتسخن هضيف عليها معلقة ونص دقيق وعليهم فصين توم مفرومين ناعم، واقلب الخليط ده كويس جدا. وهضيف عليه كوباية ونص حليب ونخفق كويس عشان الدقيق ما يكلكعش منك. هضيف عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، واول ما الصوص يمسك شوية ويتقل هضيف ليه معلقتين كبار مستردة وهنقلبهم شوية. وبعدين هنزل عليهم بنص كوباية جبنة برمجان مبشورة وهنقلب شوية. القوام بيبقى لا خفيف ولا تقيل، بيبقى وسط كده. وهنجهز الكفر الخارجي. عندي 3 بيضات وعليهم رشة فلفل اسود ورشة ملح، ممكن لو حابة تضيفي عليهم معلقتين كبار حليب. هنضربهم كويس جدا وهنسيبهم على جنب. وهنجهز الخليط التاني، عبارة عن كوباية كورن فليكس مطحون وعليه معلقتين كبار نشا. النشا بيخلي الكوردون بلو اول ما نحطه في الزيت ما يتحرقش منك بسهولة، يعني مش هياخد لون غامق على طول ويبقى مستواش من جوه. والنشا بيعطي للكفر قرمشة وطعم حلو. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح، وعليهم نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بهارات فراخ، ونص معلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة بصل باودر،
وعليهم معلقة ونص كبيرة بقسماط ناعم، وهنقلبهم كويس لحد ما يختلطوا ببعض. وهنجهز الخليط التالت، عبارة عن كوباية دقيق وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة بصل بودر. هنقلبهم كويس، وهنطلع الكوردون بلو من الفريزر، هتلاقوه ماسك نفسه زي كده، وهنفك الاسترتش من عليه. هنزل بيها في الدقيق وهغلفها كويس قوي، وهشيل طبقة الدقيق الزيادة وهنفضها تنفيضة خفيفة كده، وبعدين في البيض، وبعد كده اخر طبقة هي الكورن فليكس والبقسماط، وهنغلفها من كل مكان. ونحضر كل الكمية بنفس الطريقة في الدقيق الاول وبعدين البيض، والكفر الاخير بيبقى الكورن فليكس مع البقسماط. وهنحط الزيت على النار يسخن على نار عالية، وبعدين هنحطه في الزيت ونهدي النار عليه عشان ما يتحرقش مننا ولونه يغمق بسرعة من بره وبنلاقيه ما استواش من جوه. هنسيبه براحته خالص يستوي على الهادي، وبعد ما ياخد لون ذهبي هنقلبه على كل الجوانب ياخد لون ذهبي من كل الاتجاهات، وهنطلعه على الشبكة عشان نصفي الزيت اللي فيه وبتعطيله تهوية. وقبل ما نحط الدور التاني في الزيت هنصفي الزيت من الرواسب اللي فيه عشان ما ياخدش لون غامق مننا. انت بتعرف ان هو استوى منك كويس وهو في الزيت، بتلاقي الجبنة طلعت بره، بيبقى كده تمام استوى معاكي. وده شكله بعد ما خلصناه، ودي واحدة فتحناها من جوه، شايفين لونه حلو جدا والجبنة سايحة ومستوي خالص ومقرمش، والطعم في منتهى الجمال. بتقدميه مع صوص المستردة اللي عملناه دلوقتي، ممكن تعمليه ساندوتش مع مايونيز مع شرايح خس وشرايح طماطم. جربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم، والنتيجة حلوة قوي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.